بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله. اليوم أني وطلاب الثالث متوسط للدور الثاني راح نبدي بتقسيم مواد الثالث متوسط مادة مادة. الدور الثاني دفعة 2024. قبل لا أبدو وياك كل اللي أريده منك لايك وتعليق ومشاركة حتى ننطلق. وايضا عندي ملاحظتين كلش مهمات بالنسبه لمرشحاتي للثالث متوسط والسادس الابتدائي دفعه 2024 صارت جاهزه. المرشحات طبعا تغنيك عن الكتب وعن الملازم. لدفعه 2025 هاي المرشحات مضمونه، عدد اوراقها كلش قليل، تغنيك كامله عن الكتب وعن الملازم. حتى تحجزها راسلنا على الواتساب وان شاء الله توصل لك من يوم الى يومين، مسوين عليها خصم. ايضا اكو دورات الكترونيه للي يحب يسجل ويانا بالدورات الالكترونيه يراسلنا على الواتساب باسعار جدا مناسبه وخصوصا طلاب الخارجي. يلا نبدا. بالنسبه لتقسيم درجات الدور الثاني اغلبيه الطلاب راسلوني وطلبوا من عندي استاذ نريد تقسيم المواد الدور الثاني حتى ننجح بيها بكل سهوله. اول ماده طلاب عندنا ماده الاسلاميه، واحنا نعرف دفعه 2024 الدور الثاني عندهم الاسلاميه والعربي دمج. فبما انه دمج ف10 درجات تجي على الصور، و10 درجات على الاحاديث، و5 درجات على المعاني. ايضا اكو فرع ضمني تقدر تتركه يجي على الشرح. فانت اذا ركزت لي فقط على ذني انت ضمنت ان شاء الله اول 25 درجه من دمج العربي والاسلاميه. بالنسبه لي العربي فعندك القواعد 30 والادب 20 والاملاء 5 والانشاء 20. اغلبيه الطلاب انا نصحتهم وقلت لهم اذا تريد تنجح بالعربي والاسلاميه فقط طبق طريقتي. شنو هي؟ اول شيء ضبط الصور والاحاديث والمعاني. ثاني شيء ضبط لي الاملاء والانشاء وجزء بسيط من الادب، حتى اذا فقط الجزء الاول من الادب. بهاي الطريقه انا ابصم لك بالعشره انه انت ناجح 100%. شلون؟ باوع وياي. الاسلاميه عليها 25 والاملاء عليه 5، هاي 30 درجه. الانشاء 20، على الاقل انشاء ينطوك على الاقل ينطوك 15. ف 30 و15 45، يعني ايش قد ما تاخذ من الادب انت ناجح وعابر بكل سهوله. طيب هاي بالنسبه لمن؟ بالنسبه للعربي والاسلاميه. اما بالنسبه للانجليزي فانتبه وياي وركز. عندك القطعه الخارجيه عليها 15، وقطع الكتاب عليها 10، والقطع الادبيه عليها 10. يعني اذا تركز وياي وتضبط لي بس القطع انت واصل درجه كلش حلوه من النجاح اللي هي 10 و10 20 و15 35 درجه بس على القطع. طيب بالنسبه للقواعد عليه 20، بالنسبه للتعاريف والربط والاسقاط عليه 15، وبالنسبه للتنقيط عليه 5، والاملاء 10، والانشاء 15. زين. طالب يقول لي استاذ انا اريد انجح، شنو اللي اركز عليه من ذني حتى انجح بكل سهوله؟ اذا ركزت لي على الانشاء والاملاء، انشاء واملاء وقواعد، فانت باذن الله عز وجل واصل درجه النجاح. اما اذا ركزت لي على التنقيط والاملاء والانشاء والقواعد وتضيف عليه تعاريف الربط والاسقاطات من دون القطع، فانت عابر ان شاء الله بكل سهوله وبدرجه كلش حلوه. زين. بالنسبه لماده الكيمياء في الفصل الاول عليه 20، الثاني 20، الثالث 15، الرابع 20، والخامس 18، والسادس 20، والسابع 10، والثامن 10. طالب راح يراسلني ايضا او يعلق ويقول استاذ بالكيمياء على شنو اركز حتى انجح؟ طلاب سبق وقلت لكم وحتى زردومي راح من ورا هاي الحكايه اللي اعيدها واسقل بيها. بس طاوعني وما تخسر. ضبط لي الفصل الاول حلو، والفصل الرابع حلو، واي فصل من الفصول الخمسه الاولويه ذني الفصل انت ناجح. يعني مثلا اذا ضبطت لي الاول والثاني والرابع هاي 60 درجه. طيب اذا ضبطت لي الاول والثالث والرابع هاي اكثر من 55 درجه. طيب ضبطت لي اول رابع وخامس هاي ايضا اكثر من 6
او العفو 58 درجه. فانت اذا ركزت لي على اول 3 فصول او ركزت لي على اول 5 فصول، فانت بعينك احسب لي الدرجه مال اول 5 فصول: 40 60 75 و18، ما يقارب من 90 الى 95 درجه. طيب عندك الاول 20 عليه، الثاني 20، الثالث 15، الرابع 20، الخامس 18، السادس 20، السابع 10 والثامن 10. اذا تريد تركز على الفصول المهمه فهو اول ثاني رابع سادس، ذني اهم الفصول عندك بالكيمياء. طيب نجي على الفيزياء اللي هي بعبع اغلب الطلاب، يعني اغلب الطلاب يعانون من عندها ومن صعوبتها. انتبه وياي، الفيزياء عندك الفصل الاول عليه 16، حلو. الفصل الثاني عليه 10، حلو. الفصل الثالث عليه 20، حلو. الفصل الرابع عليه 10، حلو. الفصل الخامس عليه 12، والسادس عليه 18، السابع 14، الثامن 12، والتاسع 8 درجات. شوف دائما بالتعليقات وحتى الطلاب اللي يخابروني اقول له ركز على 5 فصول، اذا ضبطتهن هن ومسائلهن وشرحيات كامله اني ابصم لك درجه فوق ال70. يا فصول استاذ الفصل الاول والثالث والخامس والسابع، واختار انت من البقيه فصل. تعالوا نحسب انا وياكم الدرجات. الاول قول 15 ويا الثالث 20، هاي قصر يمك 35، زين. وعندك الفصل الخامس 12 قول 10، هاي 45. وعندك الفصل السابع 14 قول 15، هاي اكثر من 50 درجه. يعني انت اذا ضبطت لي بس 4 فصول، فقط 4 فصول، اول ثالث خامس سابع، انت باذن الله عز وجل عابر النجاح، عابر النجاح بكل سهوله. طيب بالنسبه لي الرياضيات، طبعا الرياضيات السنه السابقه ما كان اكو جزء ثاني، فقط جزء اول. الجزء الاول كان تقسيمه كالتالي: الفصل الاول 50، والفصل الثاني 40، والفصل الثالث 50. طيب كانوا مدلليهم العام، طلاب الثالث العام كلش مدللين كانوا. حاليا بعد ما رجعوا الجزء الثاني صار 80 درجه على الجزء الاول و60 درجه على الجزء الثاني. طيب الجزء الاول شلون صار تقسيمه؟ الفصل الاول كان عليه 50 صار 30، يعني 3 مواضيع ثابته من الفصل الاول جايتكم 100%. طيب اما بالنسبه للفصل الثاني فعليه 20، اما بالنسبه للفصل الثالث فعليه 30. فانت اذا تدور لي بس نجاح بالرياضيات او عندك صعوبه، فإلك مني الجزء الاول لا تقرا كله، ضبط لي بس فصل اول وثالث فقط، تضبط لي بيهن ذن المواضيع اللي راح اقول لك عليهن. ركز وياي. المتتابعات، المتباينات، التطبيقات، هاي بالفصل الاول، حلو، عوفه على صفحه. نجي للفصل الثالث، الحذف والتعويض 100% جاي ان شاء الله، وتذكرون طلاب الدور الثاني وتعالوا علقوا على هذا الفيديو. طيب بعد شنو الجاي؟ جاي المميز او الدستور ان شاء الله 100%، وبعد شنو جاي؟ جاي الكسور. فذن ال3 مواضيع بالفصل الثالث جايات، وتذكروني متى ترجعون امتحان الدور الثاني. اما الفصل الاول ايضا ال3 مواضيع اللي قلت لكم اياها قبل شويه. طيب الجزء الثاني اغلبكم يعاني من عنده ومن صعوبته، يقدر يتركه ماكو اي مشكله. زين نجي للاجتماعيات. فالجغرافيا عليها 40، التاريخ 40، و20 على الوطنيه. طالب حيقول لي استاذ على شنو اركز من ذني؟ يعني ذني شنو المهمات بيهن حتى اركز عليهن وانجح؟ اذا قرأت بس الجغرافيا والوطنيه انت ناجح، او قرأت لي بس التاريخ والوطنيه انت ناجح، او قرأت لي جغرافيا وتاريخ انت ناجح. المهم كتابين، المهم كتابين تضبط لي واني ابصم لك بالعشره انه ان شاء الله ناجح. بس مو تقراها تلاوات، لا تقراها من كل قلبك. زين هاي كملناها، ما عندنا اشكاليه بيها، مضمونه وسهله وبسيطه. انطيتكم كم ماده طلاب الثالث الدور الثاني؟ انطيتكم هاي وحده، 2 3 4 5 6. زين طالب راح يقول لي استاذ اكو نقص ماده، يا هي او يا ماده اللي هي الاحياء. طلاب الاحياء ما راح اعطيك تقسيم،
ما راح اعطيك تقسيم، فقط راح انطيك الاشياء اللي تقراها حتى لا تعتمد لي على التقسيم وترسم. مثل طالب راسلني قبل فتره قال لي استاذ انا شنو المواد او العفو شنو الفصول اللي اعتمد بيها على احياء حتى انجح او حتى اعبر؟ قلت له ركز لي على الفصل الاول والفصل الثالث والفصل الرابع والخامس والسادس، ذني الفصول كلش مهمه. راح شو مسوي؟ قاري بس الاسئله مال الفصول ذني والتعاريف بس. رجع لي قال استاذ كملت، قلت له شو بسرعه كملت؟ قال مو قريت كيت وكيت وكيت. يلا هذا ايش تحكي وياه؟ فطلاب الفصول اللي راح نحكي عليها هسه انا وياكم ونسولف بيها هسه انا وياكم، رجاء ضبطها مثل اسمك، مثل اسمك ذني الفصول او ذني المواضيع. زين، الفصول كالتالي: الفصل الاول، العفو الثاني، الفصل الثاني، هذا كلش مهم. طيب، والفصل الرابع والفصل الخامس والفصل السادس. طلاب ذني الفصول من اقول لك مهمه، يعني كلش مهمه. اذا قرأت بذني الفصول انت ناجح. طيب اكو طالب يقول استاذ انا ما اريد اقرا فصول، اريد اقرا تقسيم وزاري. اذا تريد تقرا تقسيم وزاري ضبط الرسوم والامراض والتعاريف باذن الله عز وجل، ضبط بذني انت ناجح 100% ان شاء الله. زين طلاب، لهنا وينتهي محاضرتنا او تنتهي محاضرتنا العفو بتقسيم درجات الدور الثاني للثالث متوسط. اذا استفادتم من هذا المقطع كل اللي اريده من عندكم لايك وتعليق ومشاركه للمقطع، واي سؤال عندكم نزلونا اياه بالتعليقات وان شاء الله راح نجاوبكم عليه. ايضا طلاب، الايام القادمه ان شاء الله راح نستمر وياكم اول باول بطلاب دفعه 2025 وايضا طلاب الدور الثاني مستمرين وياهم اول باول. بالمناسبه اشترينا مايك جديد ما باركتوا لي عليه، هذا كله لخاطركم من اجل عيونكم، وانتم تبخلون علينا اللايك والتعليق واشتراك بقناتنا على اليوتيوب. بدنا نطور محتوانا لخاطركم، بدنا نقدم افضل ما عندنا لخاطركم. كل اللي يريده من عندكم لايك وتعليق واشتراك بقناتنا على اليوتيوب ومشاركه لهذا المقطع حتى غيرك يستفاد ويكون بميزان حسناتك ان شاء الله. اي سؤال عندكم او اي استفسار بخصوص اي ماده فقط نزلوا لنا اياها بالتعليقات. طبعا اني مستمر وياكم ان شاء الله اول باول، وما راح اترككم ان شاء الله. نزلت لكم محاضرات لماده الفيزياء والرياضيات، وان شاء الله عن قريب باقي المواد نستكملها انا وياكم. مثل ما قلنا ومثل ما سولفنا ومثل ما حكينا، عندنا مرشحات مضمونه لدفعه 2025، عدد اوراقها كلش قليل، مرتبه ومقسمه وملونه. هاي المرشحات تغنيك عن الكتب وعن الملازم، وايضا تقدر تضمن بيها الدرجه الكامله ان شاء الله. ايضا اكو دورات الكترونيه على قناه التليجرام، اللي يحب يسجل ويانا باسعار جدا مناسبه يراسلنا على الواتساب وان شاء الله نضيفه بعد ما يتم الدفع. تحياتي لكم استاذ علي محمد، الله يحفظكم، في امان الله.